من أكتر الحاجات المسببة للإزعاج هي آلام الأسنان، ودي بتصيب كل شخص فينا على فترات متباعدة. هتلاقي النهاردة بإذن الله حل لتسوس الأسنان، التهاب اللثة، حساسية الأسنان. بإذن الله هتلاقي العلاج موجود في الفيديو ده، تابعوا معايا الفيديو للآخر وبإذن الله هتلاقوا فيه الحل والخلاصة لكل مشاكل الأسنان. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم نهاد علي. يا ريت لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. الفيديو اللي هقدمه لكم النهاردة انا عملته عن دراسة كاملة وبحث شامل لجميع مشاكل الاسنان، وطبعا علشان اقدم لكم المعلومة بصورة صحيحة واقدم لكم الحاجة الموثوق فيها، ما طلعتهاش غير من فم متخصص او طبيب اسنان. فيا ريت تستفادوا من الفيديو ده وتتابعوني للاخر. بداية كده هنبدأ بتسوس الأسنان، وأحب أقول لكم أي حد في أي مكان لو لقيتوا حد كاتب لكم كده بالبونت العريض علاج تسوس الأسنان في المنزل، علاج تسوس الأسنان نهائيا في المنزل بدون طبيب، كل ده بداية كده علشان نكون متفقين. اعرفوا أي حد بيقول الكلام ده اعرفوا إنه بيسوق علشان يلم مشاهدات وبس. مفيش حاجة اسمها علاج تسوس الأسنان في المنزل، لازم علشان الأسنان فيها سوسة نروح لطبيب أو مختص يشوف بقى ايه اللي يناسبك بالنسبة لحالتك، يا إما حشو يا إما خلع. ولكن إن حد يقولك علاج سوسة الأسنان في المنزل ده اعرف فورا انه بيسوق لنفسه، علشان تعالج الأسنان أو سوسة الأسنان لازم تلجأ لطبيب مختص. ولكن عندنا هنا الحل المؤقت وهو تسكين آلام الأسنان، ده لحين بقى إنك مثلا يعني الحين إنك هتروح لدكتور الأسنان، يعني حل مؤقت مش دائم. هتسكن الأسنان لو أنت قادر تعيش بسوسة الأسنان وبتكون سوسة خفيفة وبيجيلك الألم على فترات متباعدة وعايش بيها عادي، ولكن لما بيجي الألم فيها بتحب تسكنه، هنقول عليه يا إما ده بقى بتلعب في الوقت الضايع على ما تروح برضو للدكتور. فالعلاج هنا هيكون مؤقت بالنسبة لسوسة الأسنان. تمام كده حبايبي؟ ايه هو بقى العلاج المؤقت لسوسة الأسنان؟ طبعا بيكون الألم بتاع السن لو اللي فيه سوسة ده بيكون ألم مبرح جدا وحاد جدا ولا يطاق. طيب أنا في الوقت ده ما ببقاش يعني عايز أعمل أي حاجة علشان أوقف الألم ده أو أسكنه. طيب هعمل ايه؟ قدامي 3 حاجات. اول حاجة هتجيب لو عندك مكعبات تلج، هتربط المكعبات التلج ديت في كيس، وبتجيب الكيس كده مكان الضرس المسوس من بره من على الخد كده. بتجيب بقى اي حاجة رباط كده وتربط الكيس بحيث انك تخلي مكعب التلج او تخلي البرودة ديت مكان الضرس او السن اللي فيه الألم. على فكرة يعني الوصفة ديت لجميع بقى آلام الأسنان، سوسة أو أي حاجة في الأسنان بتتعب ضرس معين، بتجيب تلج وتحطه مكان الضرس من بره كده وتلفه برباط وتخليه فترة على مكان الألم. يا إما حتى لو في مثلا كيس خضروات أي حاجة تكون ساقعة من الفريزر وتحطها مكان الألم، ده في حد ذاته بيبطئ ضخ الدم للعصب الواصل للضرس ده، فبالتالي بيبطئ الألم بصورة كبيرة جدا. طيب تاني حاجة، طبعا احنا عارفين من زمان جدا قدرة الثوم في آلام الأسنان. عارفين ان الثوم مضاد حيوي وبالتالي له قدرة رهيبة في قتل البكتيريا وتوقف نموها في مكان الألم، وبالتالي بيخفف الألم بصورة كبيرة جدا. بعمل ايه بقى؟ بجيب 2-3 من الثوم وبهرسهم كويس جدا وبحط عليهم حبة بسيطة جدا من الملح وبقلبهم مع بعض وبحطهم مكان الألم أو في الضرس اللي فيه سوسة وفيه موجود فيه الألم يعني. طيب ناس كتيرة جدا هتقولي انهم يعني مش بيحبوا ريحة الثوم نهائيا وما يقدروش انهم يعملوا الخطوة دي ولا يحطوا الثوم في بق.
في الحالة دي بقى هاخدكم للحل البديل والرهيب والمعروف هو كمان في الحد من الألم بالنسبة أو بخصوص التهابات الأسنان أو ألم الأسنان أو تسوس الأسنان، اللي هو القرنفل. القرنفل معروف كمان بقدرته الفعالة جدا على توقف الألم أو تسكين الألم بصورة كبيرة جدا، لأنه بيكون قاتل للبكتيريا والجراثيم وفي نفس الوقت بيكون مخدر. انت مجرد ما بتحط حباية كده من القرنفل أو حبايتين على الضرس الموجوع أو اللي موجود فيه الألم وبتحطهم تحت ضرسك وبتضغط عليهم جامد، بتحس بتنميل تام وتسكين سبحان الله العظيم. يعني ليه قدرة عجيبة، هتجربوها بنفسكم بإذن الله مكان الألم وبتضغط عليه وبتطلع قدرته العجيبة في ثواني، وبتشوف إنه بيخفف الألم بصورة كبيرة جدا. طيب انت تقدر انك تحط حبتين من القرنفل وتضغطهم كده بسنك على السن الملتهب او الموجوع، وفي نفس الوقت لو موجود او متوفر زيت القرنفل برضه ممكن تستبدله بقطرة او قطرتين من زيت القرنفل على السن الموجود فيه الألم. يا إما لو هو بقى هنتكلم ده لو ضرس او ضرسين او حاجة. طيب لو جميع الأسنان بقى فيها مثلا حساسية، يعني الأسنان بتوجعني بصورة عامة، في حساسية للأسنان دي بتعرف ان موجود في الأسنان حساسية، يعني ما فيش موجود سوسة ولكن موجود ألم، بتعرف انه الأسنان مصابة بالحساسية. أول حاجة طبعا عارفين احنا معجون السانسوداين ده ممتاز جدا لحساسية الأسنان، بتستعمله بصورة دائمة مرتين لثلاث مرات في اليوم، اللي هو معجون الأسنان سانسوداين. احنا دلوقتي كده حبايب قلبي خلصنا تسوس الأسنان وقلنا نقدر نستخدم الكمادات الباردة، يا إما التوم المهروس، يا إما القرنفل، يا إما عندك زيت القرنفل تقدر إنك تجيب معلقة كبيرة من القرنفل على كوباية من المية وتغليهم على النار لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتاخدي المية ديت وتستخدميها على إنها مضمضة برضو مرتين أو 3 على حسب الألم الموجود في السن. دي بتكون درجات يعني. ففي ناس كتيرة جدا بتيجي على العلاج اللي هو زي ما قلت لكم المضمضة، سواء بالحب القرنفل والغسيل بصفة مستمرة، وكمان المضمضة بمية بملح دافية مفيدة جدا وعلى فترات متباعدة بإذن الله. يعني لو درجة بسيطة انت مع الوقت هتبص تلاقيها تلاشت تماما، ولكن للأسف الشديد في بعض الحالات بالنسبة للالتهابات اللثة نفسها ساعات يلزم تدخل جراحي برضو علشان يعني تنظيف اللثة. فدي كلها تقريبا علاجات منزلية. تسوس الأسنان مفروغ منه، ده حل مؤقت بالنسبة لالتهاب الأسنان والتهابات اللثة. بإذن الله ممكن انه يكون حل دائم مع المحافظة عليه الفترة، يعني ما بين 2 ل3 شهور يكون حل دائم خلاص، تلاقي مفيش اي مشاكل في اسنانك تاني. لكن بالنسبة لالتهابات اللثة لو هي جديدة عندك، بالنسبة مثلا انت ازاي بتعرف التهابات اللثة؟ لان الحقيقة انا مجرباها ما كانش عندي اي مشكلة في اسناني بالنسبة للتسوس، ولكن حسيت يعني كنت بحس ان في يعني اي حاجة تيجي مسكرة على اسناني بحس بألم رهيب جدا. وكشفت عند اكتر من دكتور قالوا لي ان مفيش اي سوسة او مشكلة في اسناني، وده بيكون بسبب التهابات اللثة. فضلت بقى فترة طويلة بالفعل وصفولي اللي هي معجون السانسوداين، وبغسل اسناني
يعني بجرب الوصفات اللي انا قلت لحضراتكم عليها ديت، والحمد لله يعني في تحسن. ولكن يعني ما اكدبش عليكم، لو انا برضو حطيت على بعض الاسنان، مش كلها، بعضها، كام سنة كده هما ضرسين عندي كده، هما اللي فيهم المشكلة دي، لما اجي اكل عليهم حاجة مسكرة بحس بألم الحقيقة. فالموضوع يعني خف عن الأول الحمد لله، ويمكن مع الاستمرار برضو المشكلة دي تتحل عندي نهائيا. فأنا زي ما قلت لكم ما بحبش أكذب عليكم في حاجة، بقول لكم على كل حاجة بالتفصيل، وبقول لكم ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبقول لكم ان الحالات بتختلف من حالة لحالة، وبقول لكم ان ده كلها يعني كلنا بنمر بالفترة دي. فعسى بإذن الله إنكم تستفادوا بأي نقطة من النقاط اللي شرحناها في الفيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومطولتش عليكم بقى. بحبكم جدا في الله، ما تنسوش توحدوا الله وتصلوا على رسول الله. شكرا لكم حبايب قلبي، اشوفكم بإذن الله في فيديو تاني جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.